السلام عليكم حبايب قلبي، منوريني ومشرفيني. نسمي ونصلي ونبارك على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ كده وصفتين للجلاش، حاجة سهلة وبسيطة. طبعا احنا داخلين على مدارس، مش هنحط الجلاش في اللانش بوكس، بس ممكن لو بيجيلك مدرس عندك درس هتحتاري تقدمي ايه، والحلويات دلوقتي بقت غالية. فدول وصفتين سهلين ومن لفة جلاش واحدة. انا جبت عندي نزلت على قناة ازاي اعمل الكريمة الكدابة، وازاي اعمل الخلطة اللي هي السوداني وبالقرفة والسكر، وهنعملهم ان شاء الله بقلاوة. فدي الصينية بتاعت الجلاش. فانا جبت كام رق جلاش من تحت، وما بين كل رق ورق حطيت السمنة وسيحت سمنة وقشطة ودعكتهم. بعد كده نزلت بالكريمة بتاعتي. هكمل 3 4 طبقات كمان من فوق، ودي يبقى اول وصفة خلصت وهدخلها. خلصنا الصينية بتاعتنا، طبعا حطينا بقى على الوش السمنة الحلوة، وحطينا على الوش السمنة والقشطة، وقطعناها. هندخلها بقى الفرن، ولما تطلع هنسقيها شربات. ويلا بينا على الوصفة. اللهم بارك. بصي القمر، بصي الجمال عفوا. بصي كل واحدة متقطعة كده لوحدها وجميلة ازاي. ننزل بقى عليها بقى بشربتنا كده القمر، ونسمعوا بقى الصوت الحلو بتاعنا. الله الله الله، مش عايزين نكتر الشربات. لما تطلع بقى الوصفة التانية هوريها لكم.